اهلا بيكم في اي نيوز. انا نيمو. هنتكلم في كل حاجه بتحصل حوالينا في مصر وبره مصر، خليكم معانا. الباسكت بول لعبه مش سهله، محتاجه رشاقه وخفه مش طبيعيه. تعالوا نشوف روان ليه اختارت تلعب باسكت بول ونرجع تاني. أنا اسمي روان أحمد، أنا عندي 14 سنة، بلعب باسكت بقالي 3 سنين. أنا بحب الباسكت جدا، بلعب في نادي الأهلي تحت 14 سنة. أنا نفسي إن أنا أروح لبطولة العالم، نفسي إن أنا ألعب في منتخب مصر. أنا بلعب 4 ساعات في اليوم، وساعات بتمرن أنا لوحدي. يعني لما بلاقي مثلا الملعب فاضي ولا حاجة باخد الكورة بتاعتي وأروح أشوط على الباسكت. ده بيفرق معايا كتير قوي إن أنا أحسن إيدي على الباسكت، وفي نفس الوقت بيحسن معايا الدريبل كتير قوي هو والمهارات بتاعتي. في البيت بيساعدوني كتير ان هما بيودوني النادي وبيقولوا لي يلا روحي وبيشجعوني. ماما بتساعدني كتير قوي ان انا اذاكر، لما مبقاش عارفه اذاكر امتى بتقولي ذاكري، اخدي الكتب معاكي وذاكري في النادي. حتى لو هقعد طول اليوم باخد الكتب معايا وبذاكر طول اليوم. انا اسمي بيتر سامر، عمري 15 سنه. انا بحب باسكت جدا من وانا صغير. انا بلعب دلوقتي في وادي دجله، بلعب رياضات كتيره جدا بس انا بفضل الباسكت، هي اساس عندي. العرض الوحيد عندي ان بابا عايز يمنع لي الباسكت عشان اجيب درجات عاليه. انا وعدت وعد ان انا لو جبت في ثالثه اعدادي درجه حلوه خلاص كده هلعب باسكت واكمل. الحمد لله عرفت اقسم وقتي، مع اني كنت بتدرب 5 ايام في الاسبوع، في الاخر جبت الحمد لله 96%، وده خلاني اكمل في الباسكت حتى وانا في ثانوي. احسن حاجه في الباسكت ان هي لعبه جماعيه مش لعبه فرديه خالص، يعني بتعتمد على روح الفريق. لو روح الفريق قويه وروح الفريق فيها شجاعه هنكسب اي فرقه. عارف ان انا اطلع دكتور سنان مع ان انا ابقى لعيب باسكت. زي ما الانترنت ليه مميزات اكيد ليه عيوب. انت شايف الانترنت مأثر على علاقتك مع الناس ولا لا؟ لا، النت مش بيأثر علاقتي مع الناس لان انا قفلت الفيس. النت ما بيأثرش على علاقتي بالناس، بس ممكن برضو يأثر شويه، لان انا مثلا ممكن ابقى قاعده على الفيسبوك ومثلا مامتي تندهني، ممكن انا يعني ممكن ما اسمعهاش لدرجه ان انا قاعده ومركزه جدا في الفيس، وهدايات برضو انا ببقى عايزه اغيرها، هدايات انا فيا انا شخصيا. لا، النت ما بيأثرش على علاقتي باصحابي، علشان انا يعني بفضل اقعد مع اصحابي احسن ما اقعد على النت. هو النت اكيد بيأثر على العلاقات، ممكن يخليها علاقات باردة جدا وبيبعد المسافات. ممكن يكون حد قريب مني قوي بسبب الفيسبوك بمجرد ايموجي سخيفة جدا، ان احنا نكون كده هو ده شكل العلاقة بينا، او طريقة الكلام بايموجي فرحان او زعلان. ممكن يكون هو اصلا في حاجة تاني وعالم تاني، بيبعد الاحاسيس والمشاعر. بنبقى ناس بارده يعني على الفيسبوك، يعني ممكن اكون قاعده بعيط وبكتب على الفيسبوك ان انا فرحانه جدا والدنيا بيس وبتاع. يعني بفضل ان اقابل صحابي اكتر من النت، لان النت بيقعد معايا على طول، لكن صحابي مش بشوفهم على طول زي النت يعني. حب ما تعمل كي تعمل ما تحب، دي المقولة المفضلة بالنسبة لي. انت ايه المقولة اللي بتحبها وماشي بيها في حياتك؟ اكتر مقولة بحبها من جد وجد ومن زرع حصد، عشان نفسي ابقى حاجة يعني، فالمفروض ان انا اشتغل اكتر واشتغل على دوت ان انا اعمل حاجة اللي في دماغي. اكتر مقولة عجبتني شفتها في كرتون اطفال بتقول واصل عملك دوما. عجبتني عشان هي بتحمسك على شغلك على عملك. المقولة اللي انا كنت بحبها من جد وجد ومن زرع حصد، يعني هي دي بتقول ان لما اعمل حاجه وحشه هحصدها بحاجه وحشه، لو عملتها بحاجه حلوه هتحصدها بحاجه حلوه. المقولة اللي انا دايما بحبها ومقتنع بيها، من طلب العلا سهر الليالي، علشان دايما لو انا عايز اعلى واكبر لازم اجتهد كويس واسهر واتعب. وزير التعليم المصري كرم الطالب عبد الرحمن عمران من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن هو قدر يخترع كرسي لمرضى الشلل الرباعي. الكرسي ده بتقدر تتحكم فيه من طريق حركة الرأس. الفيضانات والعواصف الهوائية وقعت شجرة من أهم الأشجار الموجودة في كاليفورنيا. الشجرة دي كانت أصلا نفق بيعدي العربيات، وفوق كل ده الشجرة دي تاريخية وموجودة من القرن ال19. تعالوا دلوقتي نشوف معانا ايه الفقرة اللي جاية ونرجع تاني. أنا مصطفى وليد، عندي 16 سنة وبقالي سنة بلعب جري.
والجري ده حاجة مفيدة بالنسبة لي خلاني أقوى من الأول. وأما ببقى متضايق بطلع أجري بحس إن أنا جسمي مستفيد بالجري. وأما بلاقي نفسي كده بطلع ألعب كورة وخلاني ألعب ألعاب كتير. الجري خلى عندي لياقة عالية لما باجي أجري، ولما باجي ألعب مع زمايلي ببقى أنا أقوى منهم. خلصت النهارده حلقتنا من اي نيوز، يا رب تكونوا عجبتكم. هنستناكم تتابعونا على السوشيال ميديا ودايما تقولوا لنا رايكم. باي.